السلام عليكم خوش، مرحبا بكم في فيديو جديد على القناة ديالكم، قناة مصطفى بيات اللي كتهتم بكل جديد يتعلق بشأن التعليم. كما تعرفوا الإخوان، كاين موضوع يشغل الشأن العام الآن اللي هو موضوع الأساتذة. كما كتعرفوا كاين صراع بين الأساتذة والحكومة بشأن إيجاد حل بالنسبة للنظام الأساسي، مما جعل كنشوفوا مجموعة ديال الإضرابات، وأصبح هذا الشأن يهم آباء وتلاميذ وكذلك الأساتذة، لأنه موضوع مهم ومهم جدا. غنخليكم مع تصريح ديال الحكومة، وتصريح جديد يخص بشأن تكوين لجنة للحوار مع الأساتذة لحل هذا المشكل بشكل نهائي. ما نطولش لكم فيديو، ما تنساوش جيم وتابعونا باش توصلوا بكل جديد. خليكم مع الفيديو. شكرا. أولا بخصوص الموضوع الأول المتعلق بموضوع الاجتماعات المزمع عقدها مع أسرة رجال ونساء التعليم. أولا هذا الموضوع حظي بمناقشة مستفيضة وبمناقشة عميقة من طرف مختلف أعضاء الحكومة، وطبعا السيد رئيس الحكومة، حيث تمت مناقشة هذا الموضوع بكل ما يتطلبه من المسؤولية والجدية، وأيضا بكل ما يتطلبه من الاهتمام. أولا موضوع ديال الحوار، الحكومة كانت حريصة دائما ومنذ اليوم الأول على أن الحوار يجب أن يبقى مفتوحا مع مختلف الهيئات والنقابات التي تمثل رجال ونساء التعليم. والسيد رئيس الحكومة في اجتماع الأغلبية الذي انعقد مؤخرا عين لجنة تتكون من السيد الوزير القطاع المعني، وأيضا من السيد الوزير المكلف بالميزانية والسيد الوزير المكلف بالشغل. الحكومة الآن موجودة واللجنة موجودة، وهي مستعدة للجلوس حول هذا الموضوع بسرعة، ووقتما عبر هؤلاء النقابات وكل المهتمين بهذا المجال برغبتهم في ذلك، فالحكومة تفتح الأبواب ومستعدة للحوار حالا بدون أي إبطاء حول مختلف القضايا التي تثير تخوفات رجال التعليم. طبعا الاجتماع الغاية منه هو تجويد هذا النص، تبديد التخوفات، وإيجاد أفق مشترك بين الحكومة وبين رجال ونساء التعليم من أجل طبعا حل هذه الإشكاليات المطروحة وضمان عودة التلاميذ إلى أقسامهم. فالحكومة مستعدة، ومنذ كما قلت منذ اليوم الأول الذي عين فيه السيد رئيس الحكومة هذه اللجنة للاشتغال بأفق من الاستماع والحوار والإنصات والتشاور من أجل إقرار نظام أساسي يلبي مختلف طموحاتنا جميعا في إقرار الجودة التي نطمح لها جميعا حكومة ومختلف رجال ونساء التعليم. كما شفتوا في الفيديو، جاء على لسان ناطق باسم الحكومة أنهم قاموا بتكوين لجنة للحوار مع الأساتذة لحل هذا المشكل اللي كيشكل خطر سواء على الأساتذة وكذلك التلاميذ وكذلك المجتمع ديالنا. نتمنوا من الله يكون خير. ما تنساش جيم وتخليش كومونتير زوين. كان عندك التساؤل خليه لتحت، راه غندير لكم فيديوهات بخصوص المستجد في هذا الموضوع، لكن كيهمك هادشي تبعني في القناة. إلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله.